اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان، اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن خبيئة الدير البحري، او بمعنى اصح هنتكلم عن لصوص الاثار واللي تمثلوا احد اللصوص دول في افراد عائلة عبد الرسول، واللي كان سبب في خروج او هروب الاثار المصرية لاسواق اوروبا. هندي مقدمة توضح لنا الموضوع أكتر. في البداية خالص كده حدث اعتداءات من عهد الأسرة العشرين على المقابر الملكية وسرقتها، وده أدى في النهاية لبعثرة مومياوات العديد من ملوك مصر وكهنها وبعض ملكاتها. فقام ملوك الأسرة الواحد وعشرين من بعدهم بإصلاح ما حدث من اعتداءات على مومياوات الملوك السابقين، وإنقاذها بتجميعها في مقبرة بتقع بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت في الدير البحري. كما قاموا كمان بتجميع مومياوات كبار الكهنة والكاهنات في مكان قريب من المكان السابق ذكره، وتم دفع عهد الكاهن الأكبر بانجم الأول وأولاده. فقد تمكن بعض لصوص الآثار من عائلة عبد الرسول في قرية القرنة من معرفة هذا المكان أو هذه الخبيئة، واستطاعوا إن هم يضللوا جميع الناس. إذ ظل الأمر سرا بين ثلاثة إخوة كانوا بيذهبوا في أوقات متباعدة دون أن يشعر بهم أحد، علشان ينقلوا بعض الآثار دي ويبيعوها لأسواق أوروبا ويعيشوا منها. فلم يدخلوا المكان ده إلا 3 سنوات، قصدي 3 مرات خلال 10 سنوات، وأخذت آثار ملكية بتظهر في أسواق أوروبا وفي مصر. يعني هم فضلوا عارفين المكان ده محدش يعرفه غيرهم لمدة 10 سنين. فلقينا بقى آثار ملكية بتظهر في أسواق أوروبا وفي مصر، وأجمعت التحريات إلى أن مصدر الآثار دي متمثل في أحد أفراد عائلة عبد الرسول، وشخص كان بيساعده وهو وكيل قنصل إنجلترا في الأقصر، كانت طبعا بتحميل امتيازات الأجنبية، ولم ينجح التحقيق أو التهديد في حمل عبد الرسول على الاعتراف. فاضطر المحققون إن هم يفرجوا عن محمد عبد الرسول مؤقتا. فخرج الشخص ده مزهوا وطالب بأن يكون ليه النصف مما لقاه من سجن والتعذيب في اثناء التحقيق معاه يعني. واختلف الاخوه فيما بينهم وتشاجروا، لانه طالب بان يكون ليه النصف من الاثار اللي لقوها، فتشاجروا ومرضيوش. فبلغ محمد عبد الرسول مدير إنا الى المكان او الخبيئه اللي كانت بتضم مومياوات كهنه وكاهنات امون، حيث تم العثور على 153 تابوت الى جانب العديد من الصناديق اللي احتوت على تماثيل الخدم اللي بنسميها تماثيل الأشبتي، ده بالاضافه لاعداد كبيره من البرديات. وكمان لقينا المومياوات كان من بينهم سقن الرع وأحمس وتحتمس الثالث وأمنحتب الثاني وأمنحتب الثالث وسيتي الأول ورمسيس الثاني وغيرهم من المومياوات التانية كتير. ده إلى جانب العديد من مومياوات بعض أميرات وملكات مصر. وشاءت الأقدار أن تحتفظ مصر بمومياوات ملوكها وصناع حضارتها الخالدة. بس كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، انتظروني الحلقة الجاية إن شاء الله بحكاية جديدة أو موضوع جديد. سلام.